تعالوا نعمل في الفيديو ده عصير التبلدي او الجنجليز او الحبحبة، وحوريكم كمان في الفيديو فوائد الحبحبة لصحة الجسم، وكمان فوائده الكثيرة جدا لصحة البشرة والجسم. فيلا مع بعض نشوف الحبحبة هو شنو، نتعرف عليه ونشوف موطن الأصلي. الحبحبة موجود بكثرة في السودان، يعني عندنا في السودان موجود بكميات كبيرة جدا. في كل السنة بتلقوه موجود في الأسواق، بيتباع بسعر يعتبر عادي بالنسبة للكل، بيقدر يشتريه. سعره مناسب، يعني متوفر في كل مكان. يعني اي مكان انت بتمشوا بتقولوا عايزين حبحبة بتلاقيه. احنا في السودان بيسميه تبلدي او كونجليز. معروف برا في السعودية عندهم في جدة، اللي هو فقط في جدة تقريبا بيتنموا نبتة الحبحبة، عندهم بيسموها حبحبة. حنبتدي هنا نشوف الوصفة. أنا هعمل لكم وصفتين اللي هما نفس الحاجة، بس هعمل لكم كمية. طبعا عارفين إنه جاي رمضان علينا، فالناس بتعمل كميات من العصير. هعمل لكم كمية حوالي لتر كده من العصير الحبحبة، اللي هو بنحتاج فيه ل6 ملاعق من بودرة الحبحبة. البودرة دي بالنسبة للناس اللي برا السودان أو خارج السعودية بيلقوها في السوبر ماركت، بتكون أحيانا كتير، بتكون أنا غايته هنا في السعودية بشوفها يعني كتير في المحلات كارفور، بندا، العسيم، الحاجات دي كلها بيكون موجود فيها بودرة الحبحبة بتتباع. فأنا هاخد 6 ملاعق من بودرة الحبحبة، وهاخد عليهم لتر من الموية، والسكر على حسب الرغبة. هاخد أنا نص كوب بتاع سكر علشان ده المناسب بالنسبة لنا، وحأخلطه في الخلاط لحد ما يذوب السكر بالشكل ده. حيكون جاهز معانا العصير، نحطه في التلج في الكوباية ونبتدي نشرب العصير. طعمه جميل جدا. الناس اللي جربوه انزلوا اكتبوا لي في الكومنت رايكم شنو في طعمه. اذا ما شربتوه عصير فجربوه عصير، تحبوه جدا جدا. نحن بنشربه في رمضان تقريبا بصورة يومية. فوائده كثيرة جدا 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 لصحة الجسم، لصحة الكبد، بينظم معدل السكر في الدم، بينظف الكلى من الرواسب والحاجات اللي فيها، لأنه فيه كمية كبيرة من الألياف. هعمل لكم هنا كوباية من الحبحبة، لأنه أنا في فيديو كنت عاملاه لكم قبل، وفي واحدة سألتني إنه أنا لو عايزة أعمل كوباية واحدة من الحبحبة ومن العصير هعمل شنو. فأنا هاخد هنا كمان ملعقتين كده من السكر، وحاخد عليهم ملعقة ونص من بودرة الحبحبة. طبعا الحبحبة ده ممكن تلقوه في البذور. انا في اخر الفيديو حخلي لكم صورة النبتة وصورة البذور قبل ما يطلعوا منها الباودر ده. فانتوا اذا تحصلتوا عليه في البذور بتقدروا تنقعوه في الموية عادي، وبعدين تجوا تصفوه وتستخدموه كعصير، تحطوا فيه سكر وعلى طول تستخدموه عصير. هاخد هنا كوباية من الموية على ملعقة ونص من الحبحبة والسكر. هأضيف علشان يذوب معاكم كويس، لازم نضيف أول شوية موية ونحرك لما نشوف الحبحبة كله أول تبلدي كله ذاب معانا ويتخلط كويس. حتى نضيف بقية الموية عشان ما يكلكع معاكم وما يذوب كويس. بالشكل ده حتكون جاهزة معاكم ألذ كوباية عصير تبلدي جميل جدا. ونفس المخلوط نفس الفكرة، بس انه يعني الواحد لو حاب انه يعمل كوباية ما في داعي انه يستخدم الخلاط، بيقدر يعمله في البيت. احيانا كثير الحبحبة بيكون بيجيكم انه ما منخول، بيكون فيه زي شعيرات اللي هي الالياف اللي بتكون في الحبحبة، بتقدروا انكم تصفوه. انا هنا نخلته اول علشان اطلع كل الالياف اللي فيه واستخدم الباودر فقط. زي ما شايفينه كده نفس الحاجة اللي هو اللي عملناه في كوباية، واللي عملناه في الخلاط نفس الفكرة، نفس الطعم، نفس الحاجة. وهي دي نبتة الحبحبة، بتكون بالشكل ده. بنكسرها بنطلع البذور من جوا، دي شكل البذور، وبعدين بيطلعوا منها الباودر. وكمان احنا بنعمل منها في السودان حلاوة، وهي دي الحلاوة. وبس كده يكون خلص فيديونا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوا انكم تحطوا لايك وشير. اشوفكم في الفيديوهات الجاية. باي باي.